النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقه بطاطس خطيره جدا جدا باللحمه او بالفراخ، وتقدري كمان تعمليها لوحدها خالص من غير اي حاجه. انا بصراحه كنت عاملها كده، بس كنت بشوف الفريزر بتاعي يعني موجود في ايه عشان اجيب بقى طلبات الشهر. زي ما انتوا عارفين كل شهر بجيب الحاجات، فلقيت كده في كيس في كام حته لحمه، فقلت لما انا احطها مع البطاطس وهي تديها طعم. بصراحه يا جماعه طعمها كان خرافي جدا جدا، وكانت جميله وبسيطه قوي. والله العظيم لو جربتيها يعني بجد هتتمنيها وهتعجبك جدا، وسهله جدا ومكوناتها بسيطه قوي. بس قبل ما نبدا الوصفه بتاعتي، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان اي جديد اعمله يوصل لكم. دلوقتي انا اللحمه دي سلقتها عشان ابقى ضامنه يعني سواها. هي دلوقتي 3/4 السوا، مش سوا كامل. اوكي. وعندي هنا بقى البطاطس قطعتها صوابع، بس صوابع تخينه. يعني البطاطسية مثلا هتقطعيها صوابع على 3. تمام. وعندي المكونات بتاعتها بسيطة جدا: بصل شرايح، وفلفل الوان شرايح او فلفل اخضر حسب المتوفر عندك. انا كان متوفر عندي احمر واخضر فحطيت بصراحة وكان حلو جدا. التوابل بتاعتها برضو بسيطة قوي، مش هنكتر لان احنا كنا حاطين في الشوربة بتاعت اللحمة. هنا بقى اللي جبت معلقة سمنة بلدي كده حلوة، وحطيتها في الحلة ايه اللي انا هعمل فيها البطاطس، ونزلت عليها بالبطاطس بتاعتي، وحطيت عليها بقى 7 بهارات وفلفل اسود وملح. ما حطيتش اكتر من كده. دلوقتي بقى هشوح في البطاطس كده كويس على النار. عايزه اقول لكم الخطوه بتاعت التشويحه دي تحفه جدا جدا وخطيره، بتودي البطاطس في طعم حته، يعني حته تانية خالص. ولو عملتيها والله كده من غير لحمه ولا فراخ، اتفرجي على الطعم والجمال. بعد كده بقى نزلت عليها باللحمه. دي كده زي ما انتم شايفين، انا اللحمه متقطعه في حجم البطاطس. تمام. شوحتها بقى برضو معاها تشويحه كده حلوه، وافضل اشوحها كويس عشان تديني اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. شوحتها بقى كويس عشان البطاطس تاخد طعم اللحمه، واللحمه تاخد طعم البطاطس. وبصراحه كانت طعمها فوق الخرافه. هنا بقى بعد ما شوحتها كده وحطيت لها التوابل، نقول تاني اللي هي فلفل اسود وملح و7 بهارات. انا كنت عامله السلقه اللحمه في شوربه لحمه عاديه، اللي هي عباره عن فلفل اسمر وملح وبصلايه وورق لورا وحدتين من الحبهان، وسبتهم غلوا على النار في الميه. بعد كده نزلت عليهم اللحمه. تمام. هنا بقى خدت اللحمه بتاعتي البطاطس دي وفضيتها في الطاجن اللي انتوا شايفينه ده. طاجن الفخار ده جميل جدا بصراحه يا جماعه، وبيطلع طعم حلو قوي الاكل. بعد كده بقى رصيت عليه من فوق الفلفل الالوان. تمام. انتي زي ما قلتلك مش متوفر الوان، خلاص يبقى استكفي بالاخضر بس. بعد كده برضه هرص عليه البصل من فوق. طبعا البطاطس هي خدت تشويحه بس، يعني صدمه كده على النار، لكن البطاطس بتاعتنا لسه نيه زي ما هي، مش مستويه خالص ولا اي حاجه. تمام. دلوقتي بقى اخدت الشوربه دي كده اهو، هروح بقى ساقيه بيها البطاطس كده باللحمه بقى بالخضار ده، وهدخلها بقى الفرن على درجه حراره 200. تمام. هسيبها بقى كده مع بعضها لحد ما تقعد تغلي في بعضها كويس قوي. وفي خطوه عشان انا بس نسيت اقولك عليها: انا دخلتها الفرن كده، بعد كده رجعت طلعتها تاني وغطيتها بالورق الفويل عشان يسوي البطاطس بتاعتي. تمام. يعني انت كده هتغطيها بالورق الفويل وتدخليها. بعد كده لما تلاقي البطاطس استوت، هتروحي بقى مطلعاها وسايباها تاخد اللون بتاعها من فوق دوت، ويبقى وشها زي ما انت شفتي كده متحمر كويس، وكانت مستويه معايا جدا. وان شاء الله الوصفه تكون سهله وسريعه، واشوفك في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.